السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. والله يا أستاذ أنا مرات نعتزل السوشيال ميديا، ولكن كنت نسمعك أنت تهضر في الترهات وفي الكذب للمتابعين نتاعك، وخصوصا لما تكون الجزائر هي الموضوع نتاعك، فتضطرني أني لازم نطلع نرد عليك ونحطك في حجمك الحقيقي. أوكي، شوف السؤال هذا تداول بزاف في السوشيال ميديا وفي بلاطوهات تلفزيونية وفي السوشيال ميديا عبر الكتابة. لماذا أمريكا لا تعاقب الجزائر؟ عاقبت تركيا كي شرات الاس 400، عاقبت مصر كي شرات السوخوي 34، ولماذا لا تعاقب الجزائر؟ ببساطة أمريكا في حياتها في تاريخها عمرها ولا كان عندها مشكل مع الجزائر أمريكا، بل الجزائر عندها مشكل مع من؟ مع فرنسا، وهي تعلم جيدا حجم الثأر اللي موجود لدى الجزائريين باتجاه الفرنسيين. أمريكا تعلم جيدا، قارئة التاريخ أمريكا. فلهذا هي ترى أن الدولة صاحبة الرؤوس النووية، الدولة الوحيدة في أوروبا اللي عندها النووي والمتعالية والمتكبرة، بحيث أن فرنسا في تاريخ فيما سبق كانت أقوى دولة على المجرة، وصاحبة الاقتصاد القوي والاختراعات مسيطرة على الحليب، مسيطرة على الحليب تاع الأولاد، مسيطرة على الأجبان، مسيطرة على البارفان، يعني تشوف أنه هي فرنسا هذه جيد جدا أنه يكون عندها دولة توقف لها الند للند مثل الجزائر. أي ما معناه ما تفعله الجزائر وتقوية الجزائر فهو للصالح الأمريكي. هي هكذا تشوف، لأنه الدول الأنجلوفونية هذه العدو اللدود ليهم هي الدول الفرنكوفونية. بريطانيا صاحبة نووي صح، ولكن أنجلوفونية اللي صنعت أمريكا، فبالنسبة لها هي حليف، ولكن فرنسا هي العدو اللدود للأمريكان. صحيح أن الرؤساء اللي كانوا من قبل يمتازوا بالبراغماتية والدبلوماسية ما بينوهاش للعلن، ولكن هذا المهبول اللي جاء ترامب خرج تيكستو اللي في قلبه على لسانه، حتى ولا يحكي الماكرون في الأعراض في مرته، يبين لك أنه الأمريكان ما يشموش الفرنسيين، ويساعدهم بزاف 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 أنه تكون فيه دولة ما تخافش من الفرنسيين، ولا توجد دولة توقف في وجه الفرنسيين مثل الجزائر اللي قاعدة تعمل في حاليا. لأنه فرنسا تأمر أي دولة عربية كانت أو عجمية، تأمرها تخنع تنزل حاضر، إلا الجزائر، وهذا بالطبع يخدم الجانب الأمريكي. والحديث قياس. السلام عليكم.